رجعنا لكم مرة تانية وهي والحياة، وما زلنا مع ابتكارات المرأة وصناعة المرأة وصنع في مصر. يسعدنا هيكون معانا هاجر صالح. أهلا بيكي معانا يا هاجر. اهلا بحضرتك. احنا قبل ما تدخل هاجر كان عندنا عزيزة وقت هتعمل الفانوس. الفانوس اتعمل في غمضة عين وهاجر دخلت بالفانوس كل شيء. نبدأ نقول بقى، انت بدأتي امتى الفن الجميل ده؟ انا بادئه من حوالي سنه تقريبا. بدأتي ازاي؟ بدأته يعني انا كنت اصلا مصممه اكسسوار عادي مش كروشيه. بعد كده بنت خالتي حبت قالت لي يعني تاتش الكروشيه مع الاكسسوار هيبقى ليه شكل كويس. بدأت تعلمني البدايات بتاعته والحمد لله يعني بقت حاجه كويسه فيه. حسيتي انك انت عملتي اضافه لنفسك؟ انا بصراحه شايفاكي عامله حاجات اكسسوارات تحفه يعني. ربنا ايه يخليك. الاضافه اللي انت عملتيها لنفسك بقى؟ يعني الكروشيه اصلا يعني تعرفي تبداي فيه براحتك، غير مثلا الاكسسوار العادي تبقى خامات محدوده. انما الكروشيه انت ممكن تبتكري الخامه نفسها من البدايه وتبتدي تشكليه كعقد كسكارف كحاجات، يعني تقدري تبقي مختلفه فيه. عزيزه قبل ما تخرج، قبل ما تدخلي لنا على وقت هتعمل فانوس رمضان. تمام. ادي فانوس رمضان يا جماعه، شايفين؟ وبعدين نلاقي على البلوزه بتاعتي على فكره. مبروك عليكي. ادي مبروك فانوس عليكي. رمضان وجماله زي ما انا شايفين الورده اللي تحت. بس انا هقول لك على حاجه، ده مش هنقدر نحط فيه اللمبه. يعني، ده مش هيتحط فيه لمبه صح؟ تمام. لان بصوا يا جماعه ده عامل ازاي، مش هيتحط فيه، لكن ده اه ممكن يتحط كعليقه كبتاع، شكله شيك الاطفال جدا. بيلعبوا بيه بقى في رمضان يعني بيحبوه. هو وممكن امن تعمل كمان كذا شكل يعني يا جماعه، يعني ممكن كروشيه يجي كده ودي كده تيجي كده، ويبقى برضو ده ليه شكل اشكال تاني كتير. مختلف صح؟ تمام تمام. هذا كده اهو نعمل اشكال جاي. كل صح. سنه وانتم طيبين، شكرا. رمضان كريم. يلا. نقول بقى بداتي تعملي الاشكال والابتكارات. أيوة. انت متزوجه؟ متزوجة عندك اولاد؟ معايا 3. ربنا يخليهم ربنا لك يا رب. يخليك. حسيتي ان ده قدر يفصلك عن بيتك واسرتك، وانك انت بداتي تعملي شغل وتعملي حاجات، ده خدك شويه من اسرتك ولا قدرتي توازني ما بين الاثنين؟ لا والله انا الحمد لله كمان يعني جوزي مشجعني على كده، يعني خلى في ترابط شويه. مثلا ممكن اقول له انا محتاجه انزل اجيب خامات بيجي معايا. بيشجعني، ممكن يقول لي فكره احطها على الشغل بتاعي. لا الحمد لله خلى في ترابط اكتر من الاول يا يعني. معنى كده ان الرجل كمان بيساعد زوجته يعني. في بعض الرجال بيدوا حافز للسيدات ويدوهم انطلاقه واشتغلوا واعملوا وانتجوا، مش عشان هم عايزين يستفيدوا منهم ماديا. لا لا على خالص. فكره اصل في ناس يقول لك ايه، ما عشان يستفيد بفلوسها. لا، هو عايز، هي المراه كيانها في عملها. على تمام. فكره انا من الناس المؤمنه بكده. اكيد صح. يعني المراه لو متعلمه او في ايدها مهنه او بتعرف تعمل ابتكارات زي كده، لازم تستخدمها صح. وتستفيد بيها هي واسرتها. فلما الزوج يساعد زوجته ده شيء رائع. دور الراجل مع المراه شيء يعني مهم. هو تشجيعه اصلا وموافقته في حد ذاته، لان في رجاله اصلا بترفض المبدأ. مم. بتدي لمراتاتهم مثلا طاقه سلبيه، يوقفوهم لو عندهم فكره لا يستهتروا بشغلهم. ربنا يبعد عننا الطاقات السلبيه اللهم والنفسيه. امين يا رب. ربنا يبعد عننا يا رب. اللهم امين يا رب. لكن موافقه الزوج في حد ذاته دي مساعده وتشجيع ليها. مم. طيب انا شايفاكي عامله كذا حاجه صح؟ تمام. نبدا بوريني العقد ده بقى كده. شوف العقاد انت عاملاها جميله كده. استاذه رانيا هتجيبها لنا. اتفضلي. ده العقد شكله لذيذ قوي. ده عملتيه ازاي؟ دي بتبقى وحدات مربعه، مم. معاها مثلا وردات مجسمه وشويه شراشيب واكسسوار بسيط بيدي الشكل ده. ولضمتيهم ببعض اه ودي بتدخل في دي. لا بتتربط كده من ورا او بالشنطه. ممكن تدخل كده صح؟ حسب يعني يعني حسب كل واحد تطول عايز بقى يعمل وتتأثر ايه. حسب اللبس الله حسب جميل. وحركه بس هل دي تتلبس صيف شتاء ولا دي لا الاكسسوارات شتوي بتمشي، بس؟ لا بتمشي صيف وشتاء. يعني تمشي. مثلا السكرفات اللي زي كده دي اللي بتبقى شتوي بس بتدفي او كده. اه لكن الاكسسوارات العادية عامة لا بتمشي في يعني كانت انت بدايتك في الاكسسوارات العاديه دي اه اللي هي دي، ده اكسسوار عادي. ده اكسسوار عادي. انت كانت بدايتك كده، حاجات فبداتي كتير تطوري من نفسك عشان تعملي اشكال مختلفة وحاجات تانية شوية. مختلفه. تمام. التطوير ده كلنا، انا من الناس اللي بحب دايما ايه اقول لك ايه، جدد. صح كده. ساعات الواحد كده يحس بنوع من انواع الملل، فيقول انا ممكن. ملان، صح. فيعمل حاجه نوع من انواع التجديد. تطوير النفس ده شيء رائع. تمام. اصلا يعني الواحد لو فضل على نفس النهج اللي هو ماشي عليه هيزهق وهيوقف، يعني ممكن ما يكملش ما يستمرش. لكن التجديد بيخليكي كل شويه تاخدي تشجيع، الله الفكره دي احلى من اللي قبلها احلى من اللي قبلها. انا شايفه كمان انت عامله حاجه تحت جميله دي يا ريت ساعه يا رانيا لو للاطفال. تجيبها لنا. ده عباره عن ايه؟ دي زي ساعه كده ديكور، دي للاطفال. يعني هي مش شغاله، احنا بنعمل منها مثلا شغال بيبقى فيها
موتور من ورا بتاع الساعه، بس دي كده بتتحط في اوضه الاطفال، يعني لا فيها عقرب يقع او حاجه عشان ما تاذيش الاطفال، دي ديكور كده بس. وشكلها شيك قوي لذيذه. تمام. وهل دي بقى ممكن انها تتشال وتتغسل وتتحط اه كل تاني؟ دوت ما كل في طب شغل. والعقارب والحاجات دي لا كلها كله متثبت فيه، مستثبت مش فيه؟ بتتشال. اه طب ولادك اعمارهم قد ايه؟ عندي معاذ 8 سنين، امم ومروان 4 سنين، و3 سنة ونص. وتلا تالة اه. اخر بنوته دي. اخر واحد. او هتجيبي تاني لا بقى؟ لا الحمد حلو لله قوي كده، الثلاثه الحمد كده لله. رضا والحمد الحمد لله. لله رب العالمين. نقول انت بتحلمي لاولادك ايه؟ عايزه تطلعي تلا عندها مهنه، نفسي. عندها، يعني انا دايما بحس ان الانسان في حاجات ممكن يفتقدها في حياته يعوضها في ولاده. ولاده تمام. ايه اللي انت حسيتيه انك عايزه تديه لاولادك انت ما خدتوش؟ انا نفسي يتعلموا الحرف اليدويه دي لنفسهم، لان هي اصلا بتبقى مريحه نفسيا، طبعا. بصرف النظر عن ان هي بتدي مثلا شكل جمالي. يعني الواحد بيطلع فيها كل الهموم، يعني نقعد مثلا نشتغل حاجه بتبقي مبسوطه جدا لما بتبقى توصلي طاقه لحاجه. ايجابيه. بالظبط كده. هي اصلا بتقعد جنبي وتمسك الابره والخيط كده، تقعد تبوظ لي الخيط، اي نعم. اه. بس ببقى مبسوطه ان هي حابه الحاجه، بتطلع من صغرها كده تعرف تمسك اول الابره. بيعه بعتيها كان شعورك ايه؟ لا رائع جدا طبعا، انا مش حاسه ناسياه. جبت لهم ايه في البيت بقى؟ مش احكي لي، ناسياه. جبتي ايه في البيت؟ عملتي ايه في لا ما البيت؟ كانتش كبيره قوي، ده كان يعني عقد ايا صغنن كده، كان يعني. بس كانت شيء رائع بصراحه. حسيتي انك انت اه بتجيبي دخل ايه انا وليكي اصلا، دخل في البيت؟ انا اول ما بدات كنت بشتغل الاكسسوار دوت مش للبيع، ما كانش لسه عندي مثلا جروب او حد يعرفني، بس انا بحب اشتغل القطع دي مم. وبسيبها جنبي. مم. بداوا مثلا قرايبي يشجعوني، يقولوا لي مثلا اعملي جروب على الفيس، تيجي وزعي الحاجات دي. الحمد لله يعني ربنا وفقني فيه. واقبال والناس تشتري اه منك الحمد لله يعني دايما بيقولوا لي شغل مميز، لان اللي بيشتغل كروشيه كله عامه اللي هو مثلا اللبس المفارش، بس انا مش حابه الجزئيه دي، انا حاباه كتجميلي يعني. يعني انت واخداه حليه حاجه فنيه للاكسسوارات. اه طبعا تمام ده شيء كده. رائع. تعرفي تطبخي ولا لا؟ لا الحمد لله بجد؟ والله لما الحمد يكون لله. الشغل ده اللي هيجي على لا المطبخ. لا لا. ايه اكتر اكله بتعرفي تعمليها؟ يعني بعمل كل الاكل، ايه الاكلات بس انا فاشله في الحلويات بصراحه. بس لكن مش مشكله، لكن الاكل لا 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 العادي، اكل صينيه تمام. بطاطس، الحمد مسقعه، لله. جميله مسقعه على فكره رز بعملها. بخلطه، يعني الحاجات دي ايوه كده. لا مية اوكي مية. تمام يعني. طيب واحنا بنتكلم عن المرأة ودورها في المجتمع، تمام. يمكن احنا النهارده بنتكلم المرأة اللي بتشتغل وعطائها لأسرتها. تمام. هنا العطاء للمرأة بيبقى عندها عمل وفي نفس الوقت بتربي ولادها. صح. فأنا عارفة وكلنا نعلم إن المرأة بيبقى عليها عبء ثقيل، وده ربنا خلقها كده، صح. درجة تحملها كده، تقدر تعمل هنا وهنا وهنا. ده رب، ما هو زي ما بيقولوا كده ربنا بيدي الايه؟ الطاقة على قد كل واحد تحمله او بالظبط، كل صح. واحد على قد تحمله. تمام. انت قادره توازني ده ازاي بقى؟ احكي لي. ما انا بقول لحضرتك اهو ان اللي حواليا بيساعدوني مم. بيشجعوني، فده بيخليني مثلا اتحمل اكتر مم. يعني. انا ممكن مثلا استحمل مشكله واعديها عشان اصلا عايزه اقعد اشتغل، حابه ان انا اقعد اشتغل الحاجه دي. ممكن افضل سهرانه طول الليل ما ازهقش من السهر او اتعب منه، لحين انا مثلا بعد ما اخلص القطعه واطلع اشوفها كده الله. ابقى مبسوطه جدا، وتعب السهر اه اليوم طبعا. كله بيبقى خلاص فات. فده شيء اصلا في حد ذاته رائع. بتحلمي بايه؟ بحلم ان المشروع يكبر اكتر، مم. والاسم بتاعه يبقى طب بيتردد نخلي كتير. الحلم بعد الفاصل. طيب تمام. طب نطلع بفاصل ونرجع نشوف هاجر بتحلم بايه. رجعنا تاني مع الفنانه الجميله هاجر. بتحلمي بايه يا هاجر؟ بحلم ان المشروع بتاعي يكبر، مم. وان في ناس تستفيد منه اكتر، مش عشان المكسب المادي والله، بس عشان الحاجه دي حلوه، فانا حابه مم. ان ناس كتيره تشوفها وتتعلمها، وميبقاش عندي مشكله ان حد يسالني على فكره معينه او حاجه معينه معموله ازاي. لا بحب ان انا يعني اكون. الحمد لله انت مش من الناس الانانيه لا لا خالص. اللي معلوماتك تخفيها على اخبي الناس. المعلومه، لا لا. برافو عليك. الرزق ده بتاع ربنا هل قابلتي نوعيه ناس كده، يعني معلوماتهم بيخفوها على الناس، اه معلوماتهم قابلتي ناس كده؟ اتعاملتي فعلا. معاهم ازاي؟ لا مش بعد يعني، بحاول ما الجا لهمش عامه يعني. يعني انا في البدايه مثلا انا اعتمدت ان انا اعلم بقى نفسي بنفسي. اليوتيوب طبعا ممكن يعلم الناس من اول الصفر لحد ما يبتدوا الاحتراف، فانك تلجأ لانسان ده مش هيفيدك غالبا يعني، فاجتنابهم لجوء لله احسن. يا رب. وبعدين مم. عايزه اقول لك حاجه، ربنا بيسبب الاسباب، تمام. وفي عباد ربنا بيسخرهم للناس لان هم يساعدوهم. صح. يا رب اجعلنا من عبادك اللي نقدر احنا اللهم نساعد بيها الناس جميعا طبعا. هاجر، ايه رايك في حكايه ان صنع في مصر؟ يعني انا من الناس اللي بحب الحاجات اللي صنع في مصر قوي. تمام. اصلا المنتج المصري يعني دلوقتي خصوصا لما بيلاقي تشجيع بينافس اي منتج جاي من بره،
يعني شغلنا، وكان دايما يقول لك التقفيل الاجنبي احسن من التقفيل المصري. لكن لا، دلوقتي الشغل المصري والناس خصوصا اللي بتحب الشغل بتحاول تطلعه يعني على اعلى جودة، اعلى انا كواليتي. مش هقول احسن، لكن انا بتمنى لا والله في، ان صدقيني. احنا اهم حاجه يعني النهايه. مم. بتمنى ان احنا نكون زيهم. يعني احنا ليه، يعني احنا ليه بناخد الحاجات السيئه من الغرب، ما بناخدش مم. الايجابيات؟ صح. احنا ناخد الايجابيات اللي موجوده عندهم يعني، وهو حب العمل. صح، لسه هقول لحضرتك برضو اللي حابب الحاجه بيطلعها على اجمل وجه. انما اللي مثلا بيعملها كحرفه او انا عشان مصدر رزق او كده، ممكن يتكاثر في الحاجات البسيطه اللي ما بتبانش. دي بتخلي الزبون ينفر من المنتج نفسه وما يقبلش عليه. لكن ان هو حابب الحاجه وبيدي فيها، ده بيدي نتيجه رائعه جدا. هاجر، انا بشكرك جدا وسعيده انك انت النهارده كنت انا سعيده موجوده اكتر. معانا. دايما بقول ان الست المصريه ست قويه، اراده، عزيمه، صنع في مصر. صنع في مصر بارادتنا. مش هنقول احسن ولا هنقول اوحش، بس هنقول حاجات نصنعها نقدر نستخدمها. بجد صدقوني، لو الحاجات المصرية اتعملت صح بضمير، هيبقى ما فيش زيها في جمالها. لاحظوا كده الحاجات اللي احنا بنصنعها في مصر ونصدرها بره شكلها ايه، والحاجات اللي احنا بنصنعها في مصر وتبقى جوه السوق المصري شكلها ايه. هاتوا الاتنين كده واعرفوا الفرق، هتعرفوا ان احنا فعلا بنعرف نعمل صنع في مصر. بشكركم على حسن تابعكم لينا. بشكر الاعداد ميسه، ومديره التصوير الاستاذه رانيا، ومخرجتنا الجميله الاستاذه ايناس الدقن، وكل زمايلي الموجودين في الكنترول. وكان معاكم في حلقتكم النهارده هي والحياه نشوى عشوى.